بدايتنا مع الست المحترمة كيت واللي كانت على وش ولادة، لكن فجأة بتحصل ليها مضاعفات وبيكون في نزيف دم، وعلى ما بتوصل لغرفة العمليات بتموت الطفلة في بطنها. فبتفوق كيت من الكابوس بسرعة وبتروح للحمام وبتاخد حباية مهدئ، وبعدين بتكشف تبص على جرح في بطنها اللي كان وقت الحادث اللي حصل لها في الكابوس. ومن بعده شالت الرحم واختلفت حياتها 180 درجة، لدرجة إنها أصبحت مدمنة على الكحول والمهدئات. كمان بتتفصل من عملها الجامعي بسبب الإدمان. فبيقرر زوجها الراجل المحترم جون تبني الطفلين ماكس وداني على أمل يساعدوا كيت في تجاوز أزمتها النفسية. وفي تاني يوم بتروح كيت للطبيبة النفسية تحكي ليها عن تكرار الكابوس. فبترد الطبيبة إن سبب الكابوس ممكن يكون من إحساسها بالخوف من تبني طفلة جديدة. كمان بتطلب منها توقف شرب الكحول تماما وتكمل باقي إجراءات تبني الطفلة من غير أي خوف أو ندم. بعد كده بتروح كيت تجيب بنتها ماكس من مدرسة للصم والبكم، وهم راجعين في الطريق بتشوف ست حامل وبتسرح معاها شوية، لدرجة إنها كانت هتعمل حادث وتموت هي وماكس. وبالليل وفي وقت ما كانت بتحكي حدوتة قبل النوم لماكس بتقول لها ماكس إن نفسها يكون عندها أخت زي باقي زمايلها في الفصل. فبتروح لجون وبتعرفه إنهم لازم يروحوا للدار يتبنوا طفلة كمان. وفعلا في تاني يوم بيكونوا في دار للأيتام، وبيشد انتباه جون هناك صوت طفلة ملائكي بتغني وهي كانت بترسم رسومات جميلة جدا. وبنعرف إن اسم البنت إستر، ومن أسلوب الكلام بيلاحظ إنها ذكية. كمان بتتعلق بيها كت، فبتطلب هي وجون من الراهبة تبني إستر. وهنا بتبدأ تحكي الراهبة إن إستر أصلا من أصول روسية، وجات لهنا هي وعيلتها من كام سنة، لكن من كام شهر بس بيحصل حريق في البيت عندهم، ومفيش حد بيقدر يخرج حي غيرها، ومن وقتها وهي هنا في الدار. كمان بتقول إنهم بعد 3 أسابيع يقدروا يرجعوا بإستر للبيت على ما تكون انتهت باقي إجراءات أوراق التبني. وهناك بتكون مبهورة إستر من شكل وجمال المكان. كمان بتخرج ترحب بيها ماكس واللي كانت فرحانة إن بقى ليها أخت جديدة من النهاردة، عكس داني واللي كان غيران منها لأنها هتاخد الاهتمام منه. بعد كده وفي أول يوم ليها في المدرسة بتتنمر على شكل لبسها القديم البنت دي وباقي زمايلها، فبتكتفي إستر بنظرة وديني لا تندموا جميعا. ولما بيخلص اليوم المدرسي بيروح داني يلعب بالبندقية، وللأسف بيصيب حمامة بالغلط، فبتيجي إستر تقتلها بالحجر عشان ترحمها من عذابها والمعاناة. وبعدين بترجع للبيت تستحمى، فبتدخل كيت تجهز ليها غيار وبتاخد بالها من كتاب مقدس كان في درج الهدوم. وفي الوقت ده كان واضح إن إستر بتراقبها من بعيد. وفي تاني يوم ليها في المدرسة بيتنمر عليها زمايلها من تاني، وأول ما بتحاول البنت تشيل الحاجة اللي على رقبتها، وبتكون مديرة المدرسة عرفت كيت باللي بيحصل مع إستر من تنمر في المدرسة. فبتاخد إستر لقبر بنتها وبتبدأ تحكي عن الحادث اللي حصل في المستشفى، وقد إيه إحساس الحرمان من الأطفال كان صعب، علشان كده هي وإخواتها مهمين جدا بالنسبة ليها. فبتقول إستر هي كمان إنها أم عظيمة، وبيدخلوا في أحضان بعض بمنتهى الحب والحنان. وبالليل كان بيحاول جون يهيخوا مع كيت في المطبخ، وللأسف بتكون إستر واقفة تراقب من بعيد في صمت. فبسرعة بتروح كيت تشرح إن ده عادي وبيحصل بين أي اتنين متجوزين، لكن من ردود إستر بتحس إنها غيرانة. بعد كده بيقرر جون ياخد الأولاد للجنينة عشان يفكوا هناك وبالمرة تنسى الوضع المخل اللي كانوا فيه. وفي الوقت ده بتاخد بالها إستر إن البنت اللي بتتنمر عليها في المدرسة معاهم، فبتستغل إن جون بيعاكس أم طفل هناك وبتروح ورا البنت. وللأسف بتشوف ماكس الجريمة كاملة. وفي البيت لما بيسألها جون عن اللي حصل بتخاف وبتكذب تحت تهديد السلاح. وبترجع تتصل على كيت الراهبة تطمن على وضع إستر معاهم. فبتحكي كيت عن اللي حصل في الحديقة ومن مخاوفها لا تكون إستر مصابة باضطرابات نفسية. وكان كل الكلام ده بيوصل لإستر من خلال قدرة ماكس على قراءة الشفايف. فبترجع للبيت وبتعزف على البيانو بغضب. كمان بتبدأ تتريق على عزف كيت اللي بتروح تشتكي لجون من وقاحة وقلة أدب البنت دي، لكن رد جون بيكون سلبي وما كانش ليه أي موقف حمش. فبتتخانق معاه وصوتهم بيعلى هما الاتنين. وبتكون إستر بتسمع كل حاجة ومبسوطة جدا من اللي بيحصل. وفي اليوم اللي بعده بتيجي تزورهم الراهبة وتوضح إنه كان غلط من الأول تبني إستر، وده لأن كل الأولاد في الملجأ بدأوا يشتكوا من إنها كانت عنيفة وبتطفي السجاير تحت بطاطهم. ده غير إن حادث الحريق اللي حصل مع أسرتها القديمة اكتشفت الشرطة إنه كان متعمد والجاني غير معروف لحد دلوقتي. وبتنصحهم يروحوا بيها لطبيبة نفسية وهي هتتابع معاهم. وكانت إستر واقفة من بعيد بتتصنت على محادثتهم.
فبتروح لماكس وتعرفها إن الست الشريرة اللي تحت عاوزة ترجع بيها للملجأ، وهي كأختها حبيبتها يعني لازم تساعدها. وبيخرجوا سوا يستنوها عند الجسر، وأول ما بتشوف عربية الراهبة بتقرب بتزق ماكس على الطريق، فبتاخد الراهبة بسرعة وللأسف بتتخبط العربية وبتنزل تجري منها تطمن على ماكس علشان تيجي أنثى البجعة وتخلص عليها بالمطرقة. وبعدين بتخفي أدوات الجريمة في بيت الشجرة بتاع داني. وفي تاني يوم بتروح مع كيت وجون للطبيبة النفسية، لكن تفسير الطبيبة كان إنها مش بتعاني من أي مشاكل، ده بالعكس البنت ذكاء أكبر من سنها، وإن لو في مشكلة فممكن تكون من كيت، وده لإحساسها إنها أم مش مناسبة ليهم. وجون بقى مش يسكت، لأ بيأمن وراها على كل كلمة، فبتزعل جدا منه كيت لأنه مش بيثق فيها. وبعد ما بيمشوا من عند الطبيبة بيوصل كيت اتصال من الدار وبتسألها عن الراهبة لأنها متغيبة من امبارح. كمان بتيجي الشرطة بالليل تستجوبهم لأن جثة الراهبة كانت في الغابة وهم آخر ناس تواصلوا معاها. وهنا بيزداد شك كيت في إستر، بس بتخاف تقول لجون أحسن ما يفتكر إنها مجنونة بجد. بعد كده بتبدأ إستر تتقرب لجون وبتقوله إنه أحسن من كيت، وده لأنه بيعاملها بشكل كويس عكس كيت واللي رافضة دايما وجودها. فبينصحها جون إنها تبادر وتفاجئ كيت بمفاجأة أو هدية حلوة. وفعلا بتروح تجيب إستر باقة من ألمع الورود، لكن بنت كوم شكايري الخراتيت بتكون جابت الورود دي من على قبر بنت كيت، وطبعا بيكون رد فعل كيت غبي شوية، فبتستغل الفرصة وبتكسر دراعها. قال يعني لما كيت كانت بتمسكها كسرت الدراع، ده لو دراع بلاي ستيشن هيستحمل عن كده. والرغم من ان الموضوع لا يصدق، لكن هذا الوغد والمدعو جون بيصدق كل الكلام، وبيقول لكيت نام انت النهارده بره على الكنبه، بره يا كلبه. فبتروح كيت تشتري كحول وتشرب من تاني يمكن تنسى اللي بيحصل معاها. وفي تاني يوم وهي بتودي الأولاد للمدرسة بتنزل توصل داني عشان تيجي إستر. بعد ما بتنزل تنزل فرامل اليد وبتتحرك العربية بماكس لحد ما بتصطدم بالجليد وبتقف. ومش تسكت بقى على كده، لا بترجع تعرف جون إن كيت رجعت تشرب كحول من تاني، وإن الحادث اللي حصل مع ماكس النهاردة الصبح كان إهمال منها. فبتحاول كيت تدافع عن نفسها وتوضح إن إستر هي السبب، لكن بيطلب منها جون والطبيبة النفسية تبطل ترمي اللوم على إستر، وإن قدامها مهلة أسبوع بس وتروح لمركز إعادة تأهيل، وإلا هياخد جون الأولاد ويمشي. تاني يوم ووقت ما إستر كانت بتاخد دش بتروح كيت تفتح الكتاب المقدس وبتشوف فيه صور رجالة كتير جدا، كمان بيكون مكتوب على الغلاف اسم دار الأيتام. فبتبحث عن الاسم وبتتصل عليهم تسألهم عن إستر، لكن الممرض بيقول إن المكان هنا مستشفى للأمراض النفسية وده مش دار أيتام يا فندم. وفي نفس الوقت كان بيفتح داني بيت الشجرة بعد طبعا ما عرف من ماكس بجريمة قتل الراهبة، فكان ناوي يعني والنية لله يجيب الأدوات كدليل على جريمتها. لكن بتيجي إستر من وراه وتولع في الأدلة ومعاهم بيت الشجرة، وبعدين بتنزل وبتقفل على داني. وخوف داني من النار بيخليه لا إراديا يرمي نفسه من الشباك، وبتكون كيت أخيرا أخدت بالها من النار واللي بيحصل لداني، فبسرعة بتنقله للمستشفى، وهناك بيطمنهم الدكاترة إنه عدى خلاص مراحل الخطر وكلها شوية ويفوق من الغيبوبة. وطبعا إستر كانت متيقنة من إنه هيبلغ عنها بمجرد ما يفوق، فبتستغل فرصة إن كيت وجون بيتكلموا عن الحادث وبتعمل كأنها هتجيب حاجة ساقعة، وبترجع تغير رأيها في السكة وبتروح لغرفة العناية المركزة عشان تكتم نفس داني تقتله. واللي مع توقف نبضات قلبه بتشتغل أجهزة الإنذار وبيتجمع الممرضين. فبدون وعي بتجري كيت وبأقصى ما عندها بتلسع إستر قلم يعمل تربانة في المخ، وبتصرخ فيها عملت ايه في ابني يا شاطئ يا بنت الشواطئ. وهنا بيتجمع الممرضين وجون وبيمنعوها وبيحقنوها بالمهدئ. بعدين بيرجع جون بإستر وماكس للبيت، وطبعا من اللي حصل لمراته وابنه بيطمع في إزازة الخمرة بتاعت كيت وبيبدأ يشرب ويسكر. وبتكون إستر هي كمان بتجهز لزوم السهرة وبتنزل ليه وهي على سنكة 10، وبتستغل إنه كان مسطول طحينة وبتبدأ تتحمرش بالراجل. فبيمنعها جون وهو بيوضح إن اللي عاوزاه ده عيب وحرام، وبعدين ما ينفعش يا بنتي لا علميا ولا عمليا. وفي نفس الوقت هناك عند كيت بيوصلها اتصال من مستشفى الأمراض النفسية، وبيعرفها الدكتور إن طول ما إستر معاهم حياتهم في خطر، وإنها مش طفلة زي ما بيوحي شكلها، لأ ده هي ست بالغة وعندها 33 سنة بس، ولأنها بتعاني من خلل في هرمون الغدة النخامية جسمها مش بيكبر. وبيقول كمان إن إستر محترفة في تقمص دور الطفلة لحد ما تخدع عائلة وتتبناها، وبعدين بتبدأ تحاول تغري الزوج، وأول ما بيرفض بحجة إنها زي بنته بتقتله هو وكل أفراد الأسرة. فبسرعة بتتصل كيت تبلغ الشرطة، وبعدين بتتصل على جون تحذره،
لكن إستر بتكون فصلت التيار الكهربي وبتيجي من الضلمة تطعنه بالسكينة تقتله. وفي نفس الوقت كانت واقفة بتتفرج ماكس على اللي بيحصل، فبتجري ترجع لغرفتها تقفل على نفسها. وأخيرا بتكون وصلت كيت وبتشوف جثة جون، فبسرعة بتروح تشوف فين ماكس. وهنا أنثى البجعة إستر بتضربها بالنار، فبتكتم النزيف وبتكمل تدوير عن ماكس لحد ما بتشوفها وهي في غرفة النباتات، وبتطلب منها تفضل مكانها من غير أي حركة. ثواني وبتدخل عليها إستر ومعاها المسدس وكانت خلاص هتقتلها. وهنا بتقوم بسرعة ماكس تهرب للغابة، وبتكون الشرطة هي كمان وصلت. المفاجأة بقى إن إستر بتهرب قبل ما الشرطة تقتحم البيت. بتظهر لكيت وماكس ومعاها السكينة، ومن الشجار ما بينهم بيقعوا الاتنين على جليدة البحيرة المتجمدة. فبتحاول ماكس تشغل دماغها وتقتل إستر بالمسدس، لكن الطلقة بتيجي في الجليد تكسره. المشكلة إن بعد كل ده ما كانتش عاوزة تموت بنت الصارمة، وبتطلع هي كمان تمسك في كيت. فبتقول لها كيت غوري بقى يا شيخة عبو أمك، ده انت لو أمير مش هتكوني كده. وفي الآخر بتقدر تتخلص منها كيت وتنهي المشكلة دي من أساسها. وبس كده يا سيدي، إن أعقبك هذا الكلام فلتراك علينا. ويلا يا عم، سلام سلام.